مشاهدين قناة الشلال. ومعاكم بخيت سعد مبارك لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق. المدينة هاي اللي هي كانت تستخدم الذهب سابقا. هذه المدينة اشتهرت بالكثير من المعالم في مختلف المجالات. تتميز يعني بالعلاج الطبيعي العالي المستوى. من الحاجات المميزة بها مساجد حوالي 123 مسجد. همزة وصل بين الغرب وبين الشرق في إيطاليا. فأطلق على هذه المدينة بأم المدن وقلب أوروبا. هنتكلم عن مدينة عربية خليجية بين قوسين مدينة استثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنقدم لكم مدينة زرناها اللي هي مدينة موجودة في فرنسا. مدينة تعتبر طبعا تهفو إليها أفئدة الملايين من البشر. تشتهر بأفعل التفضيل وهي محببة إلى قلبي. أتمنى تكونوا محظوظين في أول كبسة على زر وتحصلون الاسم يعني. مدائن حبيبة. مدائن حبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة الشلال، الحقيقة في بلاد كثيرة جدا محببة إلي، وبعض الدول الأوروبية وخاصة منها فرنسا. فرنسا بلد جميلة وبلد فيها آثار كتير جدا وفيها جاليات عربية، وأنا بستمتع بزيارتها دايما أنا والأهل، وتحديدا إحدى المدن الشهيرة جدا اللي في فرنسا، ودي أتمنى أن أنا أزورها أكثر من مرة، وهي بتستمتع الأسرة بها كلها، وفيها بعض المعالم الشهيرة زي برج إيفل والشانزليزيه، شارع شهير بالمطاعم والكافيهات. الحقيقة كل الأسرة أو كل أصدقائي كلهم بيستمتعوا بهذا المكان الجميل. إضافة متحف اللوفر، متحف من أكبر متاحف العالم، ويوجد بها طبعا من أشهر النوادي الأوروبية وهو نادي باريس سان جيرمان، وكذلك يوجد منها من أشهر لاعبي العالم زين الدين زيدان، وهو المدرب الحالي ريال مدريد. والحقيقة أنا بستمتع بالبلد لجمالها والحقيقة الشوبينج، ولا تنسى طبعا الأهل كلهم بيكونوا موجودين معايا، زوجتي وأولادي، والشوبينج بيكتر كتير جدا. طبعا ده شيء مؤلم بالنسبة لي لأن مصاريف زيادة، لكن الحقيقة بنستمتع بيها ومعايا أولادي. وطبعا فرنسا فيها أماكن جميلة جدا، برضو منها ديزني لاند، الحقيقة بيستمتعوا أطفالي بيها جدا جدا، وأماكن جميلة. وطبعا مترو الأنفاق الشهير فيها الحقيقة بنستمتع بيه، وبنستمتع بكل مدن فرنسا، بس تحديدا البلد اللي أنا بحبها أو المدينة اللي أنا بحبها أكتر اللي قلت لحضراتكم عليها، اللي هي بتستمتع بعدة آثار كبيرة جدا، ومنها اللوفر، متحف اللوفر، ومنها برج إيفل. والحقيقة أنا بستمتع بيها، البلد جميلة وبحس فيها بأمان، مفيش أي مشكلة خالص أو الأسرة يعني. والحقيقة أتمنى إن أنا أزورها مرة تانية، وأدعو برضو المشاهدين إنهم يزوروا بلد جميلة جدا، وتحديدا هذه المدينة الجميلة. هي أكبر مدن تلك الدولة من حيث عدد السكان، تقع على ضفاف نهر السين في الجزء الشمالي من البلاد. يربو عدد سكان المدينة مع ضواحيها عن 12 مليون نسمة،
ظلت منطقة فائقة الأهمية لما يزيد عن 2000 عام، ومع مطلع القرن الثاني عشر أصبحت مركزا أوروبيا للعلم والفنون وأكبر مدن العالم الغربي حتى أوائل القرن الثامن عشر. كانت مسرحا للعديد من الأحداث السياسية الهامة على مر التاريخ، مثل أهم وأكبر الثورات. أما في الوقت الحاضر فإنها تعتبر واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والثقافية ذات التأثير الهام في السياسة والعلوم والترفيه والإعلام والأزياء والفنون، مما جعلها واحدة من مدن العالم الرئيسية. تمتلك المدينة 4 مواقع من مواقع التراث العالمي. تمتلك مجموعة متنوعة من المتاحف التي تضم لوحات لأبرز الفنانين العالميين والمسارح والمعالم الأثرية التي بنيت على مر القرون، مثل متحف اللوفر، هو أهم المتاحف في العالم وأكثرهم شهرة، حيث يضم العديد من الأعمال الفنية مثل لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دي ميلو. كما تمتلك عددا من الكاتدرائيات الجاذبة للسياح، أهمها كاتدرائية نوتردام. أما برج إيفل أشهر معالم المدينة على الإطلاق، وكذلك قوس النصر ومتحف اللوفر وقصر فرساي. بها مجموعة كبيرة من أشهر الفنادق والمطاعم، كما أن لمطبخها سمعة عالمية، تضم هي وضواحيها أرقى المدارس والجامعات، كما تحتوي على مقرات أكبر الصحف مثل لوموند ولوفيغارو وليبراسيون. هي مقر لنادي مسيطر على دوري كرة القدم حاليا، كما يوجد فيها الملعب الذي بني لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 1998. كما تستضيف المدينة بطولة رولان جاروس للتنس. تحتوي على مطارين دوليين رئيسيين، هما مطار شارديغول الدولي ومطار أورلي. الفن والأدب. كانت المدينة في أوج عطائها الفني في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما كانت المدينة تعج بالفنانين. كان للثورة الكبيرة والتغيرات السياسية والاجتماعية التي حلت أثر عميق على الفن، وكانت مركزا لتطور الرومانسية في الفن بالاستعانة برسامين أمثال جيريكو. وتوافد العديد من الفنانين من المحافظات وكذلك أرجاء العالم كافة إليها من أجل عرض أعمالهم في معارضها والحصول على النجاح والشهرة، منهم بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وفينسنت فان كوخ وبول سيزان وهنري روسو وغيرهم. الأدب. تم كتابة عدد لا يحصى من الكتب والروايات فيها. تعد رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوغو واحدة من أشهرها على الإطلاق، وكذلك رواية البؤساء للكاتب نفسه. كاتب آخر مشهور أنجز بعض أعماله فيها وهو أونوري دي بلزاك، أشهرها تحفته الفنية الملهى الإنسانية، وكذلك ألكسندر دوما الذي كتب عدة روايات من ضمنها الفرسان الثلاثة والكونت دي مونت كريستو. هاجر الروائي الأمريكي إرنست هيمنغواي إليها، وقد كتب العديد من الروايات أهمها ثم تشرق الشمس وانديان كامب. مسابقة الشهر الكريم لهذا العام، الجزء الثاني من مدائن حبيبة، فأهلا بجميع الراغبين في الاشتراك وما عليهم سوى معرفة أسماء المدن 20 وتجميعها كاملة للفوز بإحدى الجوائز النقدية، ومجموعها 15,000 درهم، تبدأ ب5,000 درهم و4,000 درهم وتنتهي ب1,000 درهم نقدا، إضافة إلى تذكرة سفر، بالإضافة إلى جوائز أخرى.